السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن يتسبب السحر في الأمراض العضوية وخصوصا مرض السرطان؟ الإجابة نعم، وسأذكر لكم الدلائل على هذا الكلام بالتفاصيل خلال هذا الفيديو، وسنتحدث كيف يعالج مريض السرطان نفسه إذا تأكد أن إصابته كانت بسبب الأسحار. وطبعا يتأكد مريض السرطان من ذلك من خلال الرؤى والأحلام المتكررة عليه والتي تأتي إليه لتنبهه أنه مصاب بالأسحار. وإن شاء الله الحلقة القادمة ستتحدث عن الرموز التي تدل على أن الشخص مصاب بمرض السرطان. هذه الرموز تأتيه في المنام لتحذره من الإصابة وليبدأ بالعلاج. سنتحدث كيف يعالج مريض السرطان نفسه بالقرآن والرقية إذا تأكد أن إصابته كانت بسبب الأسحار. سنعرض هذه الحلقة في صورة أسئلة وأجوبة مهمة جدا، فتابعونا. مبدئيا خالص العزاء لدكتور كريم علي في فقد ابنته الغالية جيسي، والتي عانت من أمراض كثيرة مفاجئة، فشل في جميع الأجهزة تقريبا، ونوه عن ذلك دكتور كريم علي على صفحته الشخصية، كما أنه كتب تغريدة في غاية الخطورة نوه دكتور كريم علي فيها أنه يحارب عالمين، كما نوه أن ابنته الغالية افتدته وأنه كان المقصود بهذه الأمراض. هل كان السحر وراء وفاة ابنة دكتور كريم علي؟ لا أستبعد هذا تماما، وكان هذا هو موضوع حلقة اليوم تزامنا مع وفاة ابنة الدكتور كريم علي. ودعونا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: هل يؤدي السحر للإصابة بمرض السرطان تحديدا؟ وحتى لا أقول لكم إجابات وهمية مبنية على وحي خيالي أو ليس لها دليل من الواقع، دعونا نأخذ الإجابة من فم الساحر. الساحر نفسه هو الذي سيجيبنا على هذا السؤال. الساحر يقوم بمزاولة المهنة. استضافه مذيع في برنامج تلفزيوني، سأله المذيع سؤال مهم جدا: هل السحر يؤذي الأشخاص بدنيا؟ فكانت هذه إجابة الساحر نفسه. شو حاجته مثلا؟ بده ورقة ربط، بده ورقة محبة، ورقة تسليط، ورقة هلاك لفلان. في أعمال من أعمال السحر تؤدي لوفاة فلان. أي عمل شوف السحر إن كان مشموم أو مأكول يدخل الجسم، أبسط ما يساوي السرطان، أبسط ما يساوي. نعم. الحمد لله على سلامته. غيره يساوي اللوكيميا، سرطان الدم، أو تشمع الكبد أو كذا. عمل السحر هلاك. كما شاهدتم معي يؤدي السحر إلى الهلاك. ألا تذكركم كلمة الهلاك ببعض الأسحار المنتشرة على السوشيال ميديا والتي نراها صور لأشخاص يجدونها خلال تنظيف المقابر مكتوب عليها كلمة هلاك، موت، دمار، سرطان؟ ماذا تبقى لأذى البشر بعد ذلك؟ السؤال الثاني: ما رأي الأطباء في معجزات شفاء حالات السرطان نهائيا بالرقية والذهاب للكعبة وقراءة القرآن؟ طبعا في أغلب الأحيان الأطباء يؤمنون بما تراه أعينهم بالدلائل والبراهين. يرى الأشعة والتحاليل فيشخص المرض ويرى دليل على الإصابة، وبالتالي يشخص العلاج ويبدأ يعطي خطة علاجية يتبعها المريض حتى يشفى بإذن الله. لكن عند حدوث معجزات للشفاء واختفاء للأورام السرطانية نهائيا تذهب الأدلة المادية الملموسة، ويتأكد الطبيب حينها أن هناك علاج بالرقية والعلاج بالقرآن. وجدت ورم لا مؤاخذة في الخصية. نعم. بالأشعة وبالعلاج بالفحص الدموي. نعم. وقررت له عملية وراح ورجع بعد ما سافر مكة وجلس فترة ورجع لا الأشعة أثبتت أنه في ورم ولا الدم أثبت في ورم. ما شاء الله. فمن المستحيل تكون الأشعة مخطئة والدم مخطئ. فنعم في الله أورام. سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كما شاهدتم معي اختفى الورم نهائيا، اختفى السرطان بإذن الله. يا لها من فرحة، أسأل الله العظيم أن ينالها كل مريض سرطان. السؤال الثالث: هل هناك أدلة أن الشيطان يستطيع أن يمرض الإنسان بدنيا وعضويا؟ نعم، عندي أدلة، دليل من القرآن الكريم ودليل من السنة النبوية المطهرة. أما الدليل من القرآن قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان. كلنا يعلم قصة سيدنا أيوب عليه السلام من الأمراض الكثيرة التي تعرض لها وفقد أهله وما إلى ذلك، وكان السبب هنا في هذه الآية هو الشيطان. إذن الشيطان يستطيع أن يمرض جسد الإنسان. وأما الدليل الثاني من السنة النبوية المطهرة قال صلى الله عليه وسلم:
الطاعون واغزوا أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. هل سمعتم معي؟ الطاعون المرض الفتاك الذي إذا أصاب جسم أهلكه، قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه وخز من الشيطان أو من أعدائكم من الجن. وهذا دليل أن الشيطان يستطيع أن يهلك جسد الإنسان بالأمراض الصعبة المستعصية المؤذية التي أحيانا كثيرة تؤدي به إلى الوفاة. السؤال الرابع: هل علاج المرض العضوي الناتج من الإصابة بالسرطان نتيجة الأسحار بالقرآن والرقية وزيارة الكعبة كافيا لشفاء مرضى السرطان؟ دعونا نبدأ الأول بهذا التوضيح. إن سبب حدوث مرض السرطان هو حدوث خلل في الخلية البشرية. كل خلية في جسم الإنسان مبرمجة إلهيا لتنقسم وتموت ثم تولد خلية أخرى تجدد من خلايا الجسم. أما خلية السرطان فهي خلية غريبة جدا يتحير منها العلماء، تتصرف بغرابة وكأنها كائن حي يفكر ويدبر، تنتظر وتراقب انقسام هذه الخلية، ولكن هذه الخلية الشريرة تقوم بوقف هذا الانقسام الذي هو جيد أصلا للشخص البشري وجيد لصحته وتجدد العافية وهكذا. وحينها تولد أول خلية سرطانية في جسد الإنسان، ينتج الورم السرطاني، ينتج ما لا نتوقعه، تنتج أول خلية سرطانية في جسم الإنسان والتي سماها بعض العلماء العميل السري. لماذا هذا الاسم؟ لأنها لا تتأثر أبدا بالمضادات الحيوية وعندها قدرة غريبة على التخفي والدخول والخروج في الشرايين والأوردة. الشرايين والأوردة، ألا يذكركم ذلك بشيء؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؟ لماذا الدم الذي يختبئ فيه هذه الخلايا السرطانية؟ غير طبيعي أبدا أن يكون في جسم الإنسان شيء معين يفكر ويدبر وينتظر انقسام الخلايا فيعوقها ليولد أول خلية سرطانية في الجسم، ويختبئ بين الشرايين ويطلع ويدخل وهكذا. كل هذا من فعل الشيطان وتدخله في جسد الإنسان. ثم تأتي الإجابة على السؤال المطروح: هل العلاج بالقرآن والتشافي بالرقية الشرعية كافي لمرضى السرطان؟ الإجابة لا. تخيل معي أن الشفاء هو قطار، أما القضيب الأول هو الذهاب للأطباء والأخذ بالأسباب واتباع إرشادات الطبيب كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فأتبع سببا، يجب اتخاذ الأسباب. أما الشق الثاني وهو مهم جدا جدا في هذه الحلقة وهو التشافي بالقرآن والصدقات، كما سأسرد لكم بعض قصص الشفاء. كما شاهدتم معي قصص حقيقية في تعليقات حقيقية لأشخاص تم شفاؤهم تماما. فضيلة الشيخ عنده رد. فقاتلوا، الله سبحانه وتعالى يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. أنت تعلم أن الذي به مس من الشيطان نعم. تكون امرأة وعندها رضيع. نعم. لا تستطيع قوة الدنيا من الشياطين أن تنال من هذا الرضيع، لأن الله سخر لنا ملائكة حفظة، لأن الرضيع ولي، ولأن الملائكة الحفظة سخرها نعم. الله سبحانه وتعالى نعم. للصغير والكبير. الإنسان الذي يصلي ويقرأ هذه الأوراد تجعل له هالة من النور تحفظه من شياطين الإنس والجن بعض الأحيان، فلا تستطيع أن تخترقه. إن حصل هذا الاختراق فالمؤمن راض بقضاء الله وقدره، وليست بقوة الساحر بل نفذت فيه مشيئة الله من باب الابتلاء. شكرا فضيلة الشيخ. نعم. سخر نفسه للشيطان. ونصيحتي الغالية لكل مرضى السرطان هو أولا الدعاء، أما ثانيا فهو الصدقة وكثرة الصدقات، أما ثالثا ألا يدخل أمعاؤكم أبدا إلا ما مقروء عليه القرآن الكريم. يجب التشافي بالرقية المقروءة على الماء، خصوصا سورة الفاتحة مكرر، خصوصا آية الكرسي مكرر، خصوصا ذكر بسم الله بسم الله على الماء مكرر، وآيات الشفاء المنتشرة على الإنترنت. يجب أن نقرأ كل هذا بقراءة صحيحة. يجب أن من يقرأ الرقية على الماء يقرأها قراءة صحيحة.
وإن شاء الله بإذن الله سيتعجب الأطباء من تحسن حالتك، سيتعجب الأطباء من انحسار المرض، وإن شاء الله تشفى وتفرح باختفاء المرض من جسمك تماما بإذن الله. لكن الأهم هو قراءة القرآن الكريم، التشافي بالماء المقروء عليه القرآن الكريم، حاصر جسمك داخليا، حاصر الشيطان المتمكن من الورم داخليا بالقرآن المقروء عليه، سيفر مهما طال الأمد، سيفر، سينتهي ويذوب الورم بأمر الله. أريد أن أخبركم شيئا، أنه يتقلص المرض في هذه الحالة باتباع الرقية، سيثبت على ذلك، ربما ينتهي تماما ويذوب وربما لا. في هذه الحالة يجب أن نتابع مع الطبيب حتى نتأكد أن هذا الورم الذي نتج وأصبح موجود في الجسد يجب متابعة الأطباء معه حتى يتم الشفاء التام بإذن الله. يجب العلاج بالرقية والشفاء من الأسحار بالقرآن الكريم. شفاكم الله وعافاكم. أوصيكم بسورة البقرة، أوصيكم بسورة البقرة، فإن لها عجائب كثيرة جدا في الشفاء من الأمراض المستعصية. أتمنى الحلقة تكون مفيدة لكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.